كل مرة تدور على معلومة على جوجل أو تفتح فيسبوك أو تستخدم الذكاء الاصطناعي، أنت بتتعامل مع ألجوريزم. والكلمة دي جاية من اسم عالم مسلم اسمه الخوارزمي، هو اللي كتب كتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة، واللي منه جت برضو كلمة الجبر. الخوارزمي رسخ فكرة المعادلات والرموز وأسس علم الجبر كعلم مستقل. أوروبا عرفت الأرقام اللي بنستخدمها النهاردة عن طريق ترجمات لكتب، ولولا الخوارزمي الرياضيات والبرمجة والكمبيوتر والذكاء الاصطناعي كان هيتأخر لقرون. فكر في أي عملية جراحية النهاردة، من عملية الزايدة لحد جراحات القلب المعقدة، كتير من الأدوات اللي بيستعملها الأطباء ليها رسومات محفوظة من 1000 سنة في كتاب التصريف لأبو القاسم الزهراوي. الكتاب ده اترجم للاتينية وبقى المرجع الأول للجراحة في أوروبا لأكتر من 500 سنة. الزهراوي هو اللي وصف استخدام خيوط جراحية بتدوب في الجسم عن طريق استخدام أمعاء القطط، وصمم أدوات جراحية بنستخدمها لحد النهاردة زي المشرط والملقاط، وشرح عمليات معقدة بالتفصيل. يعني الجراحة الحديثة اللي بتنقذ ملايين الأرواح بدايتها كانت عندنا. تخيل تدخل مستشفى وما تلاقيش أقسام ولا سجلات للمرضى ولا صيدلية ولا أطباء متخصصين. النموذج اللي شايفينه النهاردة بديهي بدأ عند المسلمين، من دمشق في عهد الوليد بن عبد الملك، لمستشفى أحمد بن طولون في الفسطاط، لمجمع قلاوون في القاهرة، واللي كانت أول نماذج للمستشفيات المجانية المنظمة اللي فيها علاج وتعليم وصيدلة. النموذج ده هو اللي اتنقل لأوروبا واتكتب هناك باسم جديد، لكن الحقيقة إنه جذور المستشفى الحديث عربية. أي موتور عربية، أي غسالة، أي مضخة مية قايمة على مبدأ بسيط، إن الحركة الدوارة تتحول لحركة مستقيمة. المبدأ ده وصفه عالم مسلم اسمه الجزري في القرن ال13. الجزري اخترع كمان ساعات مائية وأجهزة أوتوماتيكية، ورسوماته لسه موجودة لحد النهاردة وبتثبت إنه سبق عصره بقرون. ولولا ابتكارات الجزري الثورة الصناعية نفسها كانت هتتأخر كتير.